لا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله إن زاجتاتين الله نبلو يالو ثم استقاموا كزام قتالوا الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا بالنسو لاي ملائكة وتفررق قالوا إلى الله سبحانه وتعالى من يميلو ألا تخافوا أتفروا ولا تحزنوا أتزنوا يميلو ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا دس بلاتشو ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بزاس بجنة دس بلاتشو هبالالو إلى الله سبحانه وتعالى التي كنتم توعدون بدنيا لا يالاتشو قال تقبالاتشو بنبرتشو جنة دس بلاتشو هبالالو إلى الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بدنا لي اللاتشم كنا انتقار نبن وفي الآخرة كذلك زارين بآخرة بجنة كنا انتقارنا نلواتشوال مالتنو بكبر مست يميا بسرونا يميا سدستونا چو مالتنو نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يمتفلقوت يمتمنيوتنا يتمنياتشوت نجر هلو لأن أنت لله الله سبحانه وتعالى يمام مستنقدونه نزلا من غفور رحيم كزيا أزان روح كهونو جيتاك الله يتزجاج مستنقدونه إلى الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من نققر يا مارة ودع الله عند تتعرى سويه يسو نققر يا مارة منو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كمسلموች ነኝ በአላህ ካመኑት ነኝ እንዳለ ሰውዬ ንግግሩ ያማረ አለነ የለም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الله جل وعلا من ይላል መልካምና መጥፎ ንግግሮች በምንም አይነት ሁኔታ ይስተካከሉ من الله Subhanahu Wa Ta'ala ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نعم أنت مالتنا عند سبب مطفو بالناقره بملكام ملسلت يا مالتنا بانتنا بسو محل قلاتنت يالو سوية للاهم كونساي من ياهل انده سوية لسو ጥሩ ወዳጁ ጥሩ አዛኙ ነው ብሎ እስከሚባል አይነት ድረስ እንደዛ አይነት ባህሪ ያሳይል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم የዛ ማለት ነው የትልቅ እድል ባለቤት ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነትን ኒዕማ እንዲህ አይነትን ጸጋ ያችን ያማረችን ጀነት የሚያገኛት የለም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ነው جنة ميلات الله غير وانزوي فسال تجنا مار ولا لا بيتشا يلو أسر دقمم سيقال دقمم مشات فرد الناس على سجدوت حور العيننا تجنة سيت تنفاشا شتو أقل مياست ترسى مرجان وركنا بيتا كسا يا برال باتنا فيتا مهرا صلاة نوصو منها هاجي تدقسالش لله وداجي تدقسالش لله وداجي نعم اندي اينتوا النعمة اندي اينتوا ጸጋና ውበት የተዘጋጀው ለማን ነው ለአላህ ወዳጅ ነው Subhanahu Wa Ta'ala الله الله ወዳጆች ያድርገንና ምንም ቢወዱት ምን ቢመኙት በጣም ውድናት የአላህ ጀነት ምንም ቢወዱት ምን ቢመኙት በጣም ውድ ነው የአላህ ጀነት ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው ተናገሩት አላ ኢነ ሲልዓተ አላህ الغاليه አላ ኢነ ሲልዓተ አላህ الغاليه አላ وهي الجنه ንቁ የአላህ ዕቃ በጣም ውድናት ንቁ የአላህ ዕቃ በጣም ውድናት አዋጅ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላ وهي الجنه አዋጅ ንቁ እሷ እኮ ጀነት ናት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይችን ጀነትን ለነዚያ ለባሮቹ
እሱን ለሚወዱት ለሱ ትእዛዝ ቀጥላሉት ለአላህ ባሮችና ሙእሚን ለሆነችዋ ነው አላህ ያዘጋጃት። አዕደቱ لعبادي الصالحون አላህ ምን ይላል? ለነዚያ ደጋግ ባሮቼ አዘጋጀሁኛል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማላ አይኑ ራአት አይን አይቶት የማያውቀው ወላ እዝኑን ሰሚዐት ጆሮ ሰምቶት የማያውቀው ወላ خطر على قلب بشر በማንኛውም ሰው ልብ ላይ አንድ ቀን ታስቦና ይሄን ሊመስል ይችላል ብሎ ታስቦ የማይታወቅን አላህ ለነዚያ ለባሮቹ አዘጋጀ ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። አላህ ነው ይሄንን ብሎ የተናገረው ማለት ነው። ይሄን አይነትን ጀነት ለማግኘት የአላህን ትእዛዝ መፈጸም ጥሩ ስነ ምግባርና ባህሪ ሊኖረን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ፈለግ በመከተል እዚች አይነት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ልጅነት ማለት የብደት ቁራጭ ነው ካላሸነፉት ጀነት ሩቅ ነው። ልጅነት ማለት የብደት ቁራጭ ነው ካላሸነፉት ጀነት ሩቅ ነው። ነዓም ልጅነት ማለት ወጣትነት እድሜ ለዚህ ጀነት እንድንደርስ በጣም እንቅፋት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በልጅነት ጊዜ በወጣትነታችን ብዙ ነገር ያምረናል፣ ብዙ ነገር እንመኛለን፣ ብዙ ነገር እንፈልጋለን። ያንን ሁላ ለአላህ ብለን ይዘን ነፍስያችንን ተቆጣጥረን በአላህ መንገድ ላይ ቀጥ ያልን